بصوا يا جماعه احنا دلوقتي في اركان بلازا وطلعنا ناخد جوله اكل يوم كامل هناك. وطالما جت سيره اركان بوبا طاروا من عند باو وبوبا براون شوجر. برضه عسل. بص ده كده شكل ساندوتش جرجير وصوص تي بي اس. بقى تعالوا كده ناخد جوله اكل يوم كامل نشوف بقى الدنيا هتبقى عامله ازاي. تعالوا بقى كده نبدا باول حاجه بالفطار من عند تي بي اس. تعالوا نشوف بقى كده عنده ايه. صراحه نفسي جاي على سندوتشات بعيد بقى عن الفول والطعميه والكلام ده. نفسي جاي على سندوتشات المره دي بما اننا بقى في اركان. فهنشوف الدنيا هتبقى عامله ازاي. في السندوتشات عندكم ايه؟ بعمل انا الساندوتش اللي انا عايزه. ممكن نعمل اكتر من ميكس اصلا. جامد الموضوع ده. حلو قوي ان انت ممكن تعمل اي ساندوتش انت عايزه. نعمل بقى اي ميكس احنا عايزينه. بص هناخد ساندوتش واحد هيبقى تركي مع شيدر وجرجير. نحط عليه تاني هناخد زيتون. الصوص ده هيبقى صوص ايه؟ صوص تي بي اس. ماشي اهو. تختار اول حاجه نوع العيش اللي انت عايزه. انا اخترت السوفت. بعد كده بقى بتختار الانجريدينتس اللي انت عايزها. تختار بقى كمان اي بروتين انت عايزه. انا اخترت تركي بقى وعملت الميكس كده. وهعمل ميكس تاني بقى روز بيف مثلا. نعمل الروز بيف مع ايه؟ نعمله في السوفت ولا البراون؟ هنحط فيه ايه تاني؟ ماشي هناخدها من تاني. خلينا نجرب صوص تاني. خليه مايونيز. طب خليه زي ما هو. الاثنين اصلا واخدين مايونيز. طب الخضار ايه؟ ناخد خس ولا جرجير ولا ايه؟ بص خلينا خس وزيتون والجبنه الامنتان. كده الاكل خلص. شكل السندوتشات رهيب. ريحه تحفه. بص ده كده شكل ساندوتش السموك تركي مع الشيدر والجرجير وصوص تي بي اس. شكله خطير. تعالوا نجرب. الساندوتش حلو. حاسس في حاجه ناقصه. بص بقى تاني ساندوتش هو اللي احنا عملناه بالعيش البراون ده. بص كده شكل الساندوتش عامل ازاي. بص بقى الساندوتش ده احنا حطينا فيه روز بيف وخس وحطينا فيه زيتون مخلل وجبنه امنتان مع صوص تي بي اس. تصدقوا جامد الروز بيف ده. بص بقى احنا كده لسه قايمين من تي بي اس. دفعنا في الساندوتشين 495 يعني حوالي 500 جنيه. بص بقى بالنسبه للنظافه صراحه مكان نضيف جدا. الاستاف لابسين جلافز. الاستاف شكلهم نضيف. بالنسبه لمعامله الاستاف تحفه جدا. كويسين جدا محترمين. بس انا عندي مشكله واحده ان هو قال لي ان التركي فريش بس هو مش فريش. التركي اللي هو مصنع فاهمين. بس هي دي مشكله واحده. تعالوا بقى كده نحلي من مكان مشهور قوي في اركان وهو اسمه لدوريه تقريبا يعني. يا رب اكون نطقت الاسم صح. بيعمل بقى شويه ديزرت الصراحه شكلها خطير. فتعالوا كده نجربها نشوف بقى تطلع حلوه ولا وحشه. نشوف اصلا نجيب ايه من عنده. مش هنحاول نجيب حاجات كتير عشان نقدر نكمل اليوم. بس اركان هاديه قوي ورايقه. انت مش شايفها تحفه. بس مش عايزه الصبح بقى عايزه بالليل. لقينا المكان بعد لف كتير. مش لف كتير قوي يعني. الدنيا هاديه قوي. مكان اخضر في اخضر. مكان شكله شيك جدا يعني. حاجه شكلها خطير. ايه اكتر حاجه ترشحها لنا في الديزرت؟ ده اكلير عادي صح؟ ده تارت ستروبري. اوكي. واخر حاجه ده ايه؟ ميلك شوكليت بليزير. ده قلنا عباره عن ايه؟ ده واخد موس شوكليت وايه تاني؟ اوبا. بص اللبنانيه دي خطيره. ده عباره عن موس شوكولاته فيها كمان بندق. فيها كمان طبقه ميلك شوكليت. كده رايحين ليلو داك وورلد عالم البط الاصفر. المفروض ان المكان ده متخصص بس في بيع البط بقى بالاحجام المختلفه. المفروض ان هو بيقول لون اصفر بس. هنا مفيش غير بط بس صح؟ اسمه يلو ليه في الوان تانية؟ حرفيا كل انواع البط اللي انتم ممكن تتخيلوها بقى. بص عندك هنا بط دكتور باتمان. ده سبايتر بط. ده انا لو كنت طفل هنا كنت احب اجي هنا. كنت تسيبوني هنا وتمشي. دي عامله 250 البطايه. ده في اصلا منها حاجات كتير. في كل حاجه ليها علاقه بالبط. في بطوط هنا بقى الكبير ده بيطلع فوق. في عندك بط هنا في البانيو. اوه دي جامده. دي كان نفسي ان حد يجيبها لي دي وانا صغير. البط الشرير ده تصدق فيه حاجات جامده. في مجات كمان على شكل بط. اوه انا ممكن تجيبه ده تشرب منه لو انت بتحب البط يعني. انا بس عايز اعرف ازاي قدروا يعملوا الكوليكشن الكبير العملاق ده حرفيا من البط. واي حاجه حط فيها شكل البط يعني. اي حاجه حرفيا حولوها لبطه. ده لو شات جي بي تي مش هيعمل الكميه دي. شكلها جامد قوي. شكلهم خطير. كان ممكن تجيب للطفل بتاعك بتاع شبه كده. تقعد بقى تحركها انت لو انت عايز. المكتب ابنك يعني. ده دي مروحه بتشتغل. في كمان ميداليات اصلا كمان ممكن ترجع لها في الميداليه بتاعتك بط. دي بقى تلاقيها بتطلع صوت.
ده في كل حاجه. ده شيخ العرب. في الغدا بقى احنا دخلنا ويلز عشان بقى نتغدى من عنده. تعالوا نطلب من عنده بيتزا ايطالي، خليهم هم يرشحوا لي نوع بيتزا معين، يعني شوف هيرشحوا لي ايه. البيتزا هترشح لنا ايه؟ نابوليتان؟ في عندك البيبروني لو انت برضه بتحب البيبروني. هي البيبروني شكلها حلو بس انا مش بحبه. سايز واحد ولا هي كلها سايز واحد؟ في عندي اللي هي التروفل دي الترافل بتاخد موتزاريلا وبافلو تشيز، بلو تشيز وبافلو تشيز برضو وبارميزان بتبقى مفرومه كده بحيث ان هي ماشي هاخد واحده. بصوا المكان عندهم اكتر من قاعده، عندهم اندور واوت دور، بس انا دخلنا بقى قعدنا في الاوت دور كده. الاوت دور تحسها احلى بس احر بسبب الجو يعني وكده. جوه في هتلاقي تكييفات وكده فهتلاقي الجو احسن. بص بقى كده البيتزا نزلت شكلها خطير. بص اصلا الاطراف شكلها عامل ازاي. بص بقى دي بيتزا كواتر فورماجي، دي واخده موتزاريلا، واخده بافلو تشيز، واخده كمان بلو تشيز، واخده جبنه بارميزان، واخده كمان شيدر احمر. شكلها خطير. منظر السلايز مش طبيعي. شكلها خطير. العجينه باين عليها تحفه، رهيبه بمعنى الكلمه حرفيا. عجينه ولا غلطه. انجريدينتس تحفه، هاي كواليتي انجريدينتس تحفه. غرقانه جبن بقى فاهمين. طعمها تحفه، شايف كميتها حلوه. العجينه خطيره. بص شكلها رهيب. البلو تشيز والبافلو تشيز مليين طعم البيتزا، طعمها خطير الصراحه تحفه. لسه الناس هناك عشان عارفين كده فنزلوا لنا ما شاء الله ليمون نعناع شوط كبير عملاق. مصمم بقى ان هو ينزل ديزرت وانا مش قادر يا جماعه. ده كده اللي احنا دفعناه 561. اخر حاجه بقى نختم بيها وهي بوبا تارو من عند باو، بوبا براون شوجر. بص شكلها عامل ازاي، شكلها خطير. واللي ما يعرفش بقى التارو، فالتارو ده اللي هو القلقاس يعني عامه، والقاس ياباني. تعال نجرب. بسم الله. دي تارو ميلك تي، اللي هو تارو شاي بحليب. هو ميكس جديد وغريب ورهيب تحفه. متخيل كده ان انت بتشرب قلقاس بشاي بلبن؟ انت متخيل بقى هي جت ازاي؟ هو الميكس حلو الصراحه يعني عاجبني. في منه السايز ده والسايز الاكبر ده عامل 160، السايز الاكبر تقريبا ب 200. وبس كده يا جماعه، دي كانت جوله كامله كده في اركان بلازا. الصراحه اليوم حلو بس اداره امن اركان يعني مش احسن حاجه، وعملوا مشكله بسبب موضوع التصوير. كانوا مش عايزين نصور جوه اركان ذات نفسها فاهمين. يعني بالنسبه لهم نصور اي مكان عادي، لكن طالما اي حاجه هتبان تبع اركان ما نصورهاش. ما تفهمش فكره عقيم. ومسحوا طبعا كل الشوتات اللي تصور فيها اركان. يعني اي شوت ظهر فيه اركان لوحده اتمسح، لكن اي شوت جوه المطعم وكده ما اتمسحش عادي. الصراحه زياره مش هعملها تاني يعني. انا الصراحه كنت مبسوط وخلاص. كنت لسه هني اخر حاجه بداو، لكن قفلوني الصراحه وما اظنش ان انا اروح المول ده تاني اصلا. بالنسبه لي الصراحه مش احسن حاجه كاداره مول يعني عامه. وبس كده يا جماعه، ما تنسوش بقى تتفرجوا على الفيديو اللي هيظهر لكم هنا ده او ده عامه. وبس كده يا جماعه، كان معاكم جو ناصر. سلام.